بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا. يا كابتن رضا عبد العال، يا كابتن ارحل ايه بس وبتاع ايه يا كابتن رضا؟ تعليق كابتن رضا عبد العال على مباراة او تعادل الزمالك مع غزل المحلة. بيقول له ارحل ارحل يا نيك فيريرا، ارحل بقى عشان انت تعبتنا معاك، انت تعبتنا يا فيريرا، فانت لازم ترحل. يا عم يرحل مين؟ يا عم الزمالك مين؟ سيبك من الزمالك، اركن الزمالك على جنب. تعال شوف الحلويات دي، تعالى اتفرج وشوف الحلويات دي، شوف الجمال ده، شوف الروعة دي، شوف العسل ده، عسل ما بعده عسل يا باشا. الاول في التاني في الحركات في الحبشتكنات. كل اللي مزعلني بس في ماتش النهارده هي اصابة حسين الشحات. الف سلام عليك يا حراق، الف سلام عليك يا حبيبي، الف سلام عليك يا حبيب قلبي. ماتش يعني انا كنت متخيل بامانه كابتن رضا شحاته يعني يعني مدرب من المدربين اللي هما بيجوا قدام الاهلي ويبقوا رخمين، يعني فاهم. ولكن الاهلي فاز على الزمالك في المباراه اللي فاتت وخلاص، وفتحت معاه خلاص. انت فاهم المشكله اللي كانت عند الاهلي؟ ان هو كان نايم، كان في حاله استرخاء غير عاديه. فحالة الاسترخاء دي كانت عايزة ايه؟ بالظبط كده، بالظبط كده. كانت عايزة فوز على الزمالك، اللي هو انت فاهم، انت قاعد متضايق كده بتاع، خد يلا تعالى اما اضربك. فضربت فلان ده اللي انت متعود تضربه، فخلاص انت مزاجك بقى حلو. الاهلي النهارده مزاجه حلو، الاهلي النهارده مزاجه رايق عنب. محمد هاني في مباراة الزمالك كان مقدم مباراة يعني ما فيش اجمل ولا احسن من كده. النهارده برضو مقدم مباراة يعني جميلة جدا. عرضيات هاني يا جماعة، هاني بيعمل عرضيات كويس. انت مصدق؟ هو انت مصدق؟ انا مصدق، انا شايف قدام عينيا ومصدق. كلام جميل، عرضيات جميلة، دفاع جميل قوي من هاني. هاني عاجبني، هاني بص، تعظيم سلام لهاني بأمانة. عامل ماتشات، مش هقول لك ماتشات يعني مفيش اجمل من كده. يعني ده افضل باك رايت في العالم ده ولا ايه يا جدعان؟ افضل باك رايت في العالم. يعني كابتن ابراهيم حسن ما كدبش لما قال لك ان محمد هاني افضل باك رايت في مصر. ده حقيقه، دي حقيقه يا باشا، محدش يقدر ينكرها. النادي الاهلي يعني مفيش لاعب فيه النهارده تحس ان هو كسلان مريح. الغزاله مش رايقه معاه، مفيش. بس لذيذه لسه راجع من اصابه. هو متحرك، يعني متحرك في الملعب كله وعامل مجهود حلو قوي، ولكن تحسه كده فاهمني. انا حاسسها كده ان هو بيعك، يعني مش بيعك، اللي هو ايه، متلخبط، بيحاول وبيجز على اسنانه بس مش جايه معاه، فاهم. وده بالنسبه لي انا كمشجع يريحني، ما يتعبنيش. لما احس ان اللاعب بيعمل اللي عليه، لما احس ان اللاعب بيعمل اللي عليه انا بقى مرتاح. انت فاهمني، ابقى راضي، ابقى راضي عنك يا زيزو. اه، ابقى راضي. زي بن شرقي بالظبط برضه، بيحنكش كتير، عنده احسن من كده بكتير قوي، بكتير قوي، ولكن بيحنكش كتير. لسه ما وصلش لمستوى بن شرقي اللي كلنا عارفينه. ولكن بيجتهد، بياكل النجيله. وده يخلينا برضو تاني نفس تعظيم السلام تاني. وهو ده اللي احنا كنا بنقوله بالنادي بيه طول الفترة اللي فاتت. يا سيدي اعمل اللي عليك، حتى لو انت مش في مستواك، اجتهد، جز على اسنانك. اعمل كل اللي عليك وهتلاقيني راضي والله ومبسوط جدا، حتى لو هتخسر. طبعا انا بهزر، بتخسر ايه؟ احنا ما بنخسرش. بس يا حبيبي، بس يا بابا، بس يا بابا. ده لا، مفيش. دي كهرباء الاسماعيليه كانت بتحاول تهاجم. بس يا بابا اوفسايد يا حبيبي، اسكت. جبنا جونين اوفسايد يا جدعان النهارده، جونين اوفسايد غير الجونين دول. يعني انت المفروض الشوط الاول تطلع 4-5. انت متخيل؟ الاهلي عامل ماتش جميل قوي، حلو قوي. مش علشان كهرباء الاسماعيليه وحش، ها، علشان بس النغمه اللي ماشيه بعد ماتش الزمالك دي. اصل الزمالك هو اللي كان وحش، عشان كده الاهلي كسبه. لا يا باشا، لا يا بابا، لا يا بابا، لا، لا يا بابا، مفيش منه الكلام ده. الاهلي جامد، يالا الاهلي جامد عليك، اقسم بالله الاهلي جامد عليك. انت مش مقتنع بالكلام ده ليه؟
مش عايز تقتنع ليه؟ بتضايقني قوي، بتغيظني قوي قصه ان الزمالك فريق كبير. يا عم ماشي، فريق كبير على عيني وعلى راسي، ولكن قدام الاهلي مفيش فريق كبير. قدام الاهلي مفيش فريق كبير، وخصوصا انت يا زمالك. الزمالك واخد على عينيه من الاهلي كتير. او انا من ساعه ما اتولدت انا عندي 30 سنه يا جدعان. اه والله العظيم 30 سنه. سيبك من الشكل ده، ابان اصغر من كده صح؟ بس انا عندي 30 سنه. اقسم بالله من ساعه ما وعيت على الدنيا وبدات اتابع كوره، انا شايف الزمالك بيتحط عليه بس من الاهلي. نوادر يعني، بتبقى حالات نادره، استثناءات لما تلاقي الزمالك بيكسب الاهلي. وايه، ما بيكسبوش كده، بيكسبوا ضربات جزاء. فاهمني؟ التحكيم بيبقى ليه تدخل، مع انهم هم دايما بينادوا بالمظلوميه والكلام ده. بس والله انا ده اللي انا شايفه من ساعه ما وعيت على الدنيا وبدات يلا يا زيزو بقى، يا زيزو عرضيه حلوه بقى ما كنت بترفعهم في الزمالك. عرضيه بقى يا زيزو حلوه بقى، حلوه يا زيزو، حلوه حلوه. بس ما كملتش. نرجع لموضوعنا. الاهلي دايما بيحط على الزمالك. يعني كابتن معتز اينو مع مهيب لما قال لك، لا ده اسلام الشاطر، انا اسف معلش، اسلام الشاطر قال لك انا لعبت قدام الزمالك 17 ماتش، كسبت منهم 16. ازاي والزمالك فريق؟ ما بيقول الحقيقه يا جماعه، ما هي ارقام. ما ارفع زيزو يا زيزو، ايه ده؟ ايه ده يا زيزو؟ ايه ده يا زيزو؟ بس انت شكلك هتطلع بالونه ولا ايه؟ بس هو الماتش عاجبني، الاهلي عاجبني. خلاص الدقيقه 44 من الشوط الاول. شوط اول نقدر نقيم كشوط اول، يعني نقول 70% اهلي يعني. بامانه 70% اهلي، مستوى مرضي لحد ما 70%. لسه عندهم احسن من كده بكتير قوي. لسه امامي يرجع، ولسه تريزيجيه برضو يبقى موجود. هنشوف ان شاء الله نسخه نار من الاهلي. نتقابل في الشوط التاني يا رجاله. سلام.